السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هعمل لكم حاجتين مختلفين وأكلة ومشروب جميل قوي كده دافي للشتاء، خصوصا في الساعة اللي احنا فيها. أكلة بنحبها كلنا وهي طبعا البليلة. جميلة. أقول لكم بقى على طريقة البليلة الجميلة، سهلة وبسيطة ومش محتاجة أي حاجة ومش مكلفة كمان. هنا طبعا البليلة بتاعتنا كانت منقوعة، لازم تنقعيها في مية عشان خاطر تبقى سهلة معاكي في السوا. ده نص كيلو بليلة ونص ربع كوباية رز. هنا مش هنضيف نشا ولا حاجة، هنضيف ربع كوباية رز، هي اللي هتظبط لي البليلة في كل حاجة. جبنا الحلة بتاعتنا فيها مية سخنة وضفنا عليها البليلة، صفيناها كويس، وهنضيف ربع كوباية الرز بتاعنا غسلناه مع البليلة، وهنقلب تقليبة كده وهنغطي عليها، بس مش قوي الحلة عشان هتفور معانا، فلازم تبقى يعني متعرية شوية. وهنا طبعا بعد ما غليت شوية عملت زي وش كده على المية، فبنشيله كده بالراحة عادي، يعني ما فيهوش حاجة، بس نشيله يعني احسن. وهنقلب تقليبة وهنوطي عليها بقى ايه بعد ما تغلي شوية عشان تستوي براحتها. لو النار عالية المية بتاعتها هتنشف بسرعة، مش هتستوي حلو، فلازم نوطي عليها كده زي ما انتوا شايفين عشان تاخد براحتها في السوا وبتستوي بطريقة كويسة. هنرجع بعد شوية هنقلبها تاني، كل شوية من وقت للتاني هتفضلي تقلبي فيها وتشوفيها، يعني ما تسيبهاش على طول. وهنا برضو هنشوفها تاني وهنقلبها. هتلاقي بقى ان البليلة ابتدت انها تدخل في السوا. بليلة ابتدت انها تدخل في السوا والحباية بتاعتها فتحت كده. هنسيبها ونرجع لها تاني نقلبها، هنلاقي البليلة والرز معاها استوى وداب وبقى جميل جدا، وبيتقل البليلة وبيخليها جميلة جدا، مش هتحتاجي نشا ولا اي حاجة. هنا البليلة بتاعتنا استوت، هنضيف لها بقى ايه كيلو الا ربع لبن. عايزة تضيفي كيلو لبن ماشي، هتبقى جميلة جدا برضو. عايزة تضيفي نص كيلو لبن برضو براحتك. انا ضفت للنص كيلو بليلة ضفت لها كيلو الا ربع لبن، طبعا بيديها طعم جميل وبيزود القيمة الغذائية بتاعتها. هنخلي اللبن لحد ما يغلي كده، لازم يغلي معايا، وهنضيف لها فانيليا. قدامك من كيسين لأربع أكياس فانيليا، بتدي ريحة جميلة وبتدي طعم جميل. وهنقلب كده مع بعض لحد ما تغلي وتبقى كويسة معايا. أول ما اللبن يغلي معايا هطفي عليها، وكده تبقى استوت البليلة وزي الفل. لو لاحظت انها تقلت معاكي بعد ما تشيليها مثلا في التلاجة، عادي ده طبيعي، ممكن هتبقي تزوديها بشوية مية تخففيها يعني حبة، وبكده هتكون البليلة بتاعتنا استوت وبقت جميلة وزي الفل. هنيجي بقى للمشروب التاني الجميل بتاعنا اللي بيدفي، الجميل في الشتاء وكلنا بنحبه، اللي هو حمص الشام. طبعا احنا نقعين الحمص مع بعض من بدري، نحط مية سخنة ونضيف عليه الحمص بتاعنا الجميل وهيغلي معانا كده، وبرضو هنبدأ نوطي عليه شوية ونسيبه. الخلطة بقى الجميلة بتاعت حمص الشام، كمون وبابريكا وملح وحبة بهارات صغننين وبصلاية وفصين توم متقطعين وطماطماية مبشورة. هنضيف كل المكونات دي بقى على الحمص الشام في المية، عشان هي دي اللي هتديني الطعم الجميل. بعد ما سيبناها غليت شوية وابتدى يدخل على السوا هنضيف له الحاجات دي بقى، طماطماية واحدة بس مبشورة، وبصلاية وفصين توم مقطعين وكمون وحبة بهارات صغننين وبابريكا وملح، وهنوطي عليه ونسيبه لحد ما يستوي. وبكده هيكون الحمص بتاعنا استوى وبقى جميل زي الفل، مش محتاج اي حاجة. وألذ كوباية حمص الشام هتعجبك وجميلة جدا واحسن من بره.
واتمنى الحلقة تعجبكم وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واي تعليق احب اسمعه منكم. متشكرة جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارفع الحيرة ووسواس الخوف عنا، وارفع عنا ذنوبا أتعبتنا في الدنيا كرما منك ومنا. اللهم إن تعثرنا في السير إليك فأقل عثراتنا، واجعل لنا من كل محنة مخرجا، ومن كل حيرة علما مفرجا. الحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.